السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعاتي الغاليات في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. النهاردة إن شاء الله جيت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي حلو حادق مع خديجة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا واقتصادية، وهقولك كمان على السر اللي هيخليها تطلع معاكي ناجحة جدا وطعمها مظبوط ومش هتحسي فيها بأي زفارة. احنا النهاردة عندنا الكبد والقوانص بتاعة الفراخ. ده حوالي نص كيلو من الكبد، من الكبدة والقناصة بتاعة الفراخ. وعندي هنا البهارات، انا اول ما اقطعهم كويس جدا مغسولة كويس قوي 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 ومتصفية. اهم حاجة يا جماعة علشان ما نحسش بريحة الزفارة في الكبدة بتاعتنا، ان احنا نغسلها حلو ونصفيها كويس. نغسلها، انا نقعتها في مية وملح وخل وسبتها تتنقع وقت مش قليل. وبعد كده ابتديت ان انا انضفها من اي دهون ومن اي زوايد انا مش عايزاها. وبعد كده سبتها في مصفى تصفي خالص خالص لحد ما نزلت كل المية اللي فيها. وبعد كده بدأت ان انا اقطعها واحطها في الطبق بالشكل ده. هنا دي القنوصة، وديت القلوب، وهنا ده الكبدة. تمام. وعندي هنا بصل وطماطم وفلفل. ده فلفل رومي بارد، يعني ده فلفل بارد. ممكن تضيفي قرن فلفل حراق لو حابة. وهنا عندي البهارات بتاعتي: ملح وفلفل وكمون وبهارات مشكلة. تمام. يلا بينا على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. في طاسة على النار، وتكون انا مشغلة عليها النار وتكون سخنة جدا جدا. هنزل عليها بشوية زيت اهو. هحط شوية من الزيت بالشكل ده، حوالي معلقتين 3 من الزيت. هسيبه بس كده ياخد السخونية بتاعة الطاسة اهو. كده الزيت بتاعي هيكون سخن. هبدأ انزل بالكبدة بالقناصة اسفة والقلب اهو. هبدأ بقى ان انا انزل بالقناصة والقلوب بتاعتي. لازم يا جماعة النار بتاعتنا تكون عالية، علشان انا مش عايزة الكبدة والقناصة بتاعتي ينزلوا المية بتاعتهم. فلازم النار تكون عالية بالشكل ده، ويكون طاسة سخنة كويس علشان الحاجة بتاعتي تتشمع وتبدأ ان هي ما تنزلش ميتها وما احسش باي زفارة. يبقى اول حاجة علشان ما احسش بزفارة ان انا اغسلها كويس جدا جدا واصفيها من الميه بتاعتها كويس قوي. اسيبها تتصفى في المصفى حوالي ساعه ساعتين، المهم هي تنزل الميه بتاعتها كلها. كمان احطها انزلها في الطاسه تكون سخنه وما خلاش تنزل اي ميه. انا دلوقتي هشوح القناصه والقلب تشويحتين، وبعدين هبقى انزل عليهم بباقي المكونات بتاعتنا. طبعا انا نزلت بالقوانص والقلوب الاول علشان هما بياخدوا وقت اطول في السوى عن الكبده. تمام. اهو يا جماعه بالشكل ده انا هو بشوح القناصه والقلب كويس، متقطعين اهمت مكعبات. شوحهم حلو قوي. مش قادره اقول لكم الريحه طالعه عامله ازاي، تحفه تحفه.
هبتدي بقى ان انا اركن، شايفين الحركه دي؟ هركن القناصه والقلوب بتاعتي على جنب كده، وهنزل بالبصل بتاعي. خليه يتشوح كده تشويحتين. يا سلام على الريحه، ريحه البصل بقى مع القوانص والقلوب تحفه بجد. جربوا الطريقه دي، مش هتحسوا فيها ابدا باي زفاره، وطعمه جدا. انا بقى هسيب البصلايه بتاعتي تتشوح شويه وتدبل حبه كده، وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كده انا سبت البصلايه بتاعتي هي تتشوح شويه، تمام، لونها بقى اصفر اهو. هبتدي ان انا ادخلها برضو على جنب كده، ادخل ده كده كله على جنب، اكني بشوح كل حاجه لوحدها. وهنزل بالكبده بتاعتي. شايفين يا جماعه الطبق ما فيهوش اي سوائل خالص، علشان انا مصفياها كويس. الشكل ده. طبعا ما بنقلبش الكبده كتير علشان ما تتهريش مننا. انا هسيبها الاول تتشمع من تحت كويس، وبعدين هبدا ان انا اقلبها علشان تفضل محتفظه بالقطع بتاعتها، ما لقاهاش مهريه ومتفتفته جوه الطاسه بتاعتي. تمام اهو. نبدا نهز الطاسه كده، نهزها كده بس عشان خاطر الكبده بتاعتنا ما تتهريش. كل ده على نار عاليه. هسيبها بقى كده تتشوح مع نفسها شويه وارجع لكم تاني. بصوا بقى كده يا جماعه، انا كده اهو لسه ما قلبتهاش وما عملتش فيها اي حاجه. كل ده وهي مع نفسها شغاله مع نفسها. هبدا بقى ان انا اقلبها كده بالراحه اهو، علشان ما تتهريش معايا. عشان كمان تتشوح كده على الجنب التاني. اقلبها بالراحه، وهي اول ما تتشمع من الجوانب بتاعتها كلها خلاص كده هقدر بقى ان انا اقلب عادي، هتبقى احتفظت بشكلها. بالشكل ده كده برضو اسيبها تكمل تشويح، وارجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. اهو كده بقى انا رجعت لكم بعد ما سبتها تتشوح شويه. ابدا بقى اقلبها، هي برضو لسه طريه، ما اقلبهاش جامد، واحده واحده كده بالراحه اهو. هبدا بقى ان انا انزل عليها بالبهارات بتاعتي. بهاراتنا عباره عن ملح، فلفل اسود، كمون، بهارات مشكله. حابه تضيفي شطه ضيفي، حابه تضيفي فلفل حراق ضيفي.
هبدأ بقى ان انا اخلط مكوناتي كلها كده ببعضها. السلام على الريحة، مش قادرة اقول لكم الريحة طالعة عاملة ازاي، تحفة. الله على الجمال، شايفين الشكل؟ بجد الريحة خطيرة. هبدأ بقى دلوقتي ان انا انزل بالطماطم والفلفل بتوعي. اقلب كويس. شايفين الشكل عامل ازاي؟ فظيعة فظيعة بجد، جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. شايفين بقى يا جماعة اهي دي الشكل والجمال ده. طول ما هي فيها مية اسيبها لحد ما تشرب ميتها. هي اصلا ما بتاخدش وقت على النار، تمام. هي طول بقى ما هي فيها ميه اسيبها لحد ما تشرب ميتها. اول ما احس ان هي ميتها نشفت ممكن ازود لها كمان شويه ميه واسيبها تكمل سوا فيهم، بس هيبقوا شويه صغيرين، تمام. هسيبها تشوح كده مع نفسها وارجع لكم تاني. بصوا بقى احنا هنسيبها هنا ايه، هبتدي ان انا هي فيها ميه، فيها شويه ميه، هزود لها حبه صغيرين. هزود لها بس شويه ميه صغيرين علشان نتاكد ان هي استوت كويس. نحط لها شويه الميه دول بس كده، واسيبها بقى تستوي مع نفسها. اهو هوزع بس كده الميه تبقى فيها كلها بالشكل ده. هغطيها بقى واسيبها مع نفسها شويه. هنوطي بقى عليها النار علشان تاخد وقتها في السوا. كده بقى عدى على الكبده بتاعتي حوالي 10 دقايق على النار. هبتدي بقى ان انا كده ابص عليها. شايفين؟ تحفه، حلوه قوي كده، استوت خلاص اهي، ما فيهاش ميه، فيها صوص بس خفيف كده اللي هو تتغمس بالعيش. لو حابين تعملوا رز ابيض جنبها وتحطوا عليها ويتاكل، هيبقى مفيش احلى من كده. اهو كده خلاص الكبده بتاعتي تمام كده استوت. هطفي عليها بقى ويلا بينا نقدمها. وده شكل الكبده بتاعتي بعد ما خلصت. مش قادره اقول لكم كانت قد ايه جميله، وطعمها حلو قوي ومفيش فيها اي زفاره، والريحه كمان كانت جباره. وده الزيتون والجزر اللي انا مخللاهم معاكم على القناه. هسيب لكم لينكات الفيديوهات بتاعتهم في صندوق الوصف. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لي لايك للفيديو علشان يوصل لكل اصحابنا وحبايبنا، وتكتبوا لي تعليق حلو هيفرحني وهكون فرحانة جدا. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي حلو وحادق مع خديجة. مع الف مليون سلامة.